يا مساء الفل والجمال. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. الحقيقة انا كنت فاكرة دايما اني لما ابدأ اتكلم اكون جاهزة، عارفة كل حاجة، فاهمة وقوية وثابتة. بس الحقيقة أنا مش بس بطلع ألهم الناس، أنا كمان بسمع صوتي وبتعلم منه. أنا بتفرج على نفسي من بعيد وبشوف فيا حاجات عمري ما كنت أعرفها. كل حلقة، كل جملة بقولها، كل قصة بحكيها عن شخص ألهمني، برجع منها بحاجة جديدة. بصراحة الناس اللي بسمع عنهم بيتعلموا من تجاربهم، وانا بقيت بتعلم من وجعهم ومن نجاحهم ومن خطواتهم اللي يمكن شبه خطواتي. الموضوع بالنسبة لي بقى اعمق من اني اتكلم، بقى رحلة مشتركة، بقى مساحة بنتنفس فيها سوا، بنتعافى سوا وبنعدي سوا. أنا مش مثالية، أنا إنسانة بتغلط وبتصحى وبتحاول تفهم. وعشان كده قررت إني مش هكون اللي بيعرف كل حاجة، لأ، أنا هكون اللي ماشية معاكوا في السكة. عارفين، لما بدأت أسجل ما كنتش متخيلة إن المايك ده هيبقى مراية بتخليني أشوفني على حقيقتي، مش بس أسمع صوتي. أوقات كتير ببقى داخلة الحلقة وأنا تعبانة، مش عارفة هقول ايه، بس أول ما أبدأ أحكي بلاقي جوايا حاجة بتنور، وكأن صوتي بيطبطب عليا قبل ما يطبطب على اللي بيسمعني. لقيت نفسي مش بقدم محتوى، بقدم تجربة. أنا بختار أعيشها بصدق وأشاركها بكل ضعفها وقوتها. اتعلمت إن مش لازم أبقى فاهمة كل حاجة، يكفيني إني حقيقية، يكفيني إني بقول أنا مش كاملة بس ماشية وبتعلم، وده لوحده كفاية. الناس مش بتدور على بطل خارق، الناس بتدور على حد يحسسهم إنهم مش لوحدهم، وأنا قررت أكون ده، مش اللي فوق بس اللي جنب، اللي ماشية معاهم خطوة بخطوة. وانا وانتو بنعدي سوا في الدقايق دي، كنت حابة اسيبكم بحاجة صغيرة بس كبيرة جدا في معناها. النصيحة اللي هقفل بيها الحلقة النهاردة، لو بتحاول تكون كل حاجة للناس، ارجع لنفسك واسألها أنا مين لنفسي؟ ابدأ من هنا. خلي مشاركتك مش عشان تبان، عشان تبني وتتعلم وتعيش. ومهما كنت بتقدم، ما تنساش تاخد من الرحلة مش بس ذكريات، لكن دروس ونضج ونور، لأن الحقيقة كلنا محتاجين نتعلم حتى واحنا بنلهم. وفي النهاية، لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب، واستناني في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.